نتكلم الصراحة، مستوى غير مرضي لحد الآن من المغرب. حتى بالمباراة الأولى اللي فازها 2-0 مو المنتخب المغربي اللي نعرفه. هل يا ترى هذا سبب الضغط الإعلامي بأن نشوفوا منتخب المغرب الثاني فاز كأس العرب؟ أنتوا يا الأساسيين لازم تفوزون وبكل جدارة أفريقيا. أو ممكن تكون اختيارات الركراكي بالتشكيلة ما سحب اللاعبين اللي يستحقون ينسحبون، ما أعرف. أو ممكن تكون بسبب قوة منتخبات أفريقيا وشراسة منتخبات أفريقيا، ما أعرف. مو المستوى المطلوب من المنتخب المغربي. نتمنى بالمباراة الأخيرة أن يفوزون بكل شراسة حتى يرضون المشاهدين ومشجعين المنتخب المغربي. كم أحكي صراحة يا المغرب، مدربكم وليد الكراكي وهذا أداء اللي قاعد بيقدمه مع أداء المنتخب صراحة ما راح تروحوا بعيد، ما راح توصلوا إلا ربع نهائي كبيركم. شفتوا مدرب المنتخب المغربي اللي فاز بكأس العالم مع المغرب، أنا نسيت شو اسمه، أفضل من وليد الكراكي صراحة يا المغرب. شو هالأداء السيء؟ بهيك أداء أنتوا راح تطلعوا من كأس أفريقيا. أداء منتخب مغربي مش كنت هذا متوقع، وخاصة البطولة بالمغرب. إيش قاعد بيصير مع المغرب؟ تعادل مع مالي، والله غريب. انا بشجع المغرب بس هي ضربه جزاء يا جدعان، ما تحوروش. حسبها ضربه جزاء جت للاسف، وان شاء الله المغرب تعوض. ليه خليتونا احنا بس نشجعكم؟ صراحه عايز المغرب تكسب الماتش ده. عرب وبحبكم وكل حاجه، بس لو طلع اول مش هيلاعبنا الحمد لله. ابعد عني يا عم. اتعادلوا، مش احنا شجعناكم، مش هتشوفوا مكسب. رسميا المغرب تتعثر وقد تقفز الى المركز، تتراجع الى المركز 12-13 في التصنيف العالمي. فعلتها مالي وخطفت النقطة. لحظة، اعمل إضافة. المغرب 4، زامبيا 2، مالي نقطتين، جزر القمر نقطة. الفريق الزامبي لو كسب المغرب، مالي فازت، ممكن المغرب تتأهل كوصيفة وتقابل مين؟ منتخب. الأمانة الحدث، الحالة الجدلية اللي صارت اليوم هي لقطة البلند. ما أسعدني اليوم هو نجم العميد. الله يا محمد دومبيا قدم مباراة كبيرة يا اخوان، مسك الوسط، قفل علم رابط يعني على دياز. يا رجل مبروك لنا دومبيا يا المغرب مالي خلص المباراة بالتعادل 1-1. قولوا لنا كامل وش رايكم في هذه المباراة؟ شكون اللي كان يتوقع من قبل تكون بهذه النتيجة تاع 1-1؟ شفنا في الشوط الأول تقدم منتخب المغربي على منتخب مالي 1-0 من ركلة جزاء. في الشوط الثاني شفنا كيف مالي عدلت النتيجة من ضربة جزاء، يعني ضربة جزاء. المهم قولوا لنا كامل وش رايكم في الأداء تاع المنتخبين، خاصة أداء المنتخب المغربي في الشوط الثاني. احنا نهضروا على الشوط الثاني بس الشوط الأول يقول لك تاع اللاعبين، والشوط الثاني تاع المدربين. المنتخب المغربي سجل الهدف الأول في الثواني الأخيرة تاع الشوط الأول، ومنتخب مالي في الشوط الثاني عرف كيفاش يعدل النتيجة، وهذه هي النتيجة الأخرى 1-1. قولوا لنا أداء اللي شفتوه في هذه المباراة ما بين المنتخب المغربي ومنتخب مالي، قولوا لنا كامل ودوك هقدر انا لايف. بدأ جنون كأس أفريقيا الحقيقة يا أخوان. منتخب المغرب صاحب الأرض واحد من المرشحين الأولين في هذه البطولة يتعثر أمام مالي بنتيجة التعادل. مستوى غير مرضي للجمهور تماما، ولكن قد يكون هذا الشيء اللي يصحي الركراكي ولاعبينه. بابي اليوم كان حاضر في المباراة، جاي دعما لصديقه أشرف حكيمي والمنتخب المغربي، وكان لابس تيشيرت المغرب، مو مجرد زيارة وبس يعني، لا جاي يشجع حقيقي. خرجتوا الآدمي زعلان بنتيجة التعادل، كان المفروض تستقبلوه ب4-5، لكن لسه في البداية. المهم الآن تصحيح الأخطاء من الجولة القادمة. فولو لايك يا أخوان، السلام عليكم. المغرب تتعادل، الصراحة تعادل غير جيد للمنتخب المغربي. أنا ما أدري النامق ليش سبب البلنتي هذا، صراحة كأنه مع سبق الإصرار والترصد، تدخل أرعن أقل ما يقال عنه يعني الصراحة. يعني والمضحك في الموضوع أن الحكم ما حسبه على طول ورجع للفار وطول واضح بلنتي. الركراكي لو يشوفه هالبلنتي وهو حكم راح يحتسبه وراح يعني يعطي النامق يعني يطلع من المباراة، لأنه تدخل كان أرعن ما له داعي حتى تدخل كرة بعيدة عنك تروح تتدخل بهالطريقة، كأنك إلا تسبب بلنتي. والمنتخب المغربي في هالبطولة إلى الآن من المباراة الأولى كأنه داخل مشحون بزيادة، ضغوطات عليه كبيرة تحقيق البطولة.
واضح سبب تعثر المغرب ليش اليوم، وواضح ليش يا اخوان انتهت مباراة المغرب ومالي كلها بلنتيات. شوفوا مين اليوم حضر عشان يدعم المغرب، امبابي يا اخوان، والمباراة انتهت كلها بلنتيات. ابراهيم دياز مع المنتخب المغربي جاله بلنتي وسجل، شوف حتى مين يشوت البلنتي، ابراهيم دياز لاعب نادي ريال مدريد اللي يلعب مع امبابي، ومالي كمان اليوم جالهم بلنتي وسجلوه. ماني فاهم هذه المباراة تحاول توصل رسالة لامبابي يعني انت عبده بلنتي، انه يا اخوان والله مو طبيعي عشان امبابي موجود صارت كلها بلنتيات، والشيء اللي مو طبيعي كمان شوف، والمصيبة الادهى والامر لاعب مالي يا اخوان يحتفل وبوكسر وكله طايح نفس حركات يا مال، كل الاشياء صارت عشان امبابي جاء. ليه جيت يا امبابي؟ قلت لك لاخواننا المغاربه توقعت مستوى احسن من كذا، لكن ننتظر ونشوف ان شاء الله المباراه الجايه. للأسف تعادل منتخبنا المغربي قدام مالي 1-1. ما عندناش كتشوفوا في المدرجات كتعرف ان في ركله جزاء هيتم احتسابها. خلي بالك هو زعلان انه ما نزلش شوط واحده منه. اول هدف يخش في شباك بونو من 9 ماتشات، فهو حارس عظيم، دي ما فيهاش كلام. كده كده لسه بدري، ومنتخب المغربي ضمن الصعود كاول او تاني او تالت، والاداء باذن الله هيبقى في تطور الفتره اللي جايه. مش تاريخ يا ابني والله. تعادل بطعم الهزيمة والله، وعشان كده دايما بنقول كأس الأمم الأفريقية أصعب مما تتخيل يا عزيزي والله. بطولة ما تفهم لهاش حاجة، صعب يا جماعة. أفريقيا بدنيا مش ممكن انت تقابل اي منتخب اخر من اي قارة، ولا تقابل منتخبات افريقيا بالبدني بتاعهم والسرعات مش ممكن، صعب. منتخب مالي منتخب رخم فوق ما تتخيل. اللهم صل على النبي، تيران في الملعب. ممكن ما يعملوش خطوره، ممكن ما يعملوش هجمات، ممكن اصلا يسيبوا لك الكوره هم فقط يدافعوا، بس شوف بيتعبوك ازاي بدنيا يا اخي. بياخدوا الكوره يوصلوك لحد 18 يقول لك خد الكوره، مش هنعمل هجمه، بس على الاقل تعبناك بدنيا. عقبال ما عملت هجمه تانية نكون احنا رجعنا وخدنا الكوره وعملنا نفس اللي عملناه. بس ممكن اقول يا رجراجي الصراحه انت بهدلت المباراه، وجهه نظر متواضعه جدا. معلش هو تعادل بطعم الهزيمه برضو دي مالي يعني، عارف انت اللي هو ممكن تتحمل التعادل ده مثلا من السنغال، كاميرون، كوتيفوار، يعني كده يعني. مالي ما تقلش عن المنتخبات القويه جدا حاليا، بس هجوميا هي ضعيفه جدا. عندهم خط وسط مرعب جدا، بس هجوميا حقيقي هم بيحاولوا يلحقوا اي حاجه، عشان كده معظم مبارياتهم تلاقيها دايما تعادل. افارقه عشان تضربهم لازم تضربهم كوره على الارض، كوره سريعه، وده اللي كان بيعمله مثلا ممكن نقول 2 لعيبه بالذات في الشوط الاول، زي ابراهيم دياز اللي كان ناجح جدا في ده الشوط الاول، واللاعب الثاني اللهم صل على النبي صلاح الدين، ما شاء الله عليه ما شاء الله، الى الان مقدم بطوله استثنائيه بالنسبه لكل لعيبه المغرب الصراحه. هنا في المباراه دي انت كنت محتاج خط وسط اكتر، خط وسط يحارب الاقوياء بدنيا دول، مش بالقوه لا بالذكاء. وناحي ما كانش يعمل حاجه لوحده في الشوط الاول، وعشان كده ما شفناهوش كتير. كيليان امبابي اسمعني، منتخب المغرب كان عامل سلسله انتصارات، انت جيت هدمتها، ما شاء الله عليك، شهاده يعترف بها كل مغربي حاليا. خلاص جاي عشان صديقك حكيمي بتدعمه وكل ده، بس انت نورت الملعب جدا، وفي نفس التوقيت ظلمتها على منتخب المغرب، ما شاء الله عليك يعني يا امبابي. المنتخب حاليا يعني في الصداره، بس في قلق كبير جدا يا عزيزي والله. الجوله الاخيره مش هتكون سهله ابدا. زامبيا رخمه هي كمان زي مالي، بس الفرق ان هم هجوميا افضل بقى. اتمنى